عزيزي الاهلاوي، احب افكرك ونراجع مع بعض كده ماتشين الاهلي بتوع الخمسات 5-0 و5-2. وده مش تحفيل ولا تقليلا منك، بصراحة انت دايما مشرفنا في افريقيا ودايما رافع راسنا، بس بتيجي قدام صن داونز حتى بعد كده بتاخد البطولة. يعني انت خسرت خمسات وخدت البطولة، مفيش مشكلة خالص. بس المشكلة بقى ان انت خلي بالك بقى، والشمس والشناوي والساعة 3 العصر، ويا عم محمد الشناوي افرد ايدك، بلاش تلمها، بلاش يجيلك الشلل الرعاش بقى في الماتش دوت. ولازما الاهلي بعيد بقى عن الهزار بقى، لازما الاهلي هناك يحط في دماغه ان انا عايز اجيب جول. ما يحطش في دماغه ان انا اطلع بقى واقفل واطلع بالماتش 0-0 او اخسر 1-0. لا، انت تخسر 2-1 احسن من 1-0، لان انت هناك لو خسرت 1-0 صن داونز بتلعب بره ارضها زي جوه ارضها، لعيبه عالميه، لعيبه اوروبيه، لعيبه كواليتي عالي قوي. يعني انت لو هاجمت هنا وفتحت خطوطك، انت ما تسلمش من الهجمات المرتده، ما تسلمش من الفرقه دي عندها لعيبه بتفنش، عندها لعيبه ما بتهزرش، مش زي فرق الدوري المصري هنا. الاهلي لما يفتح خطوطه حتى لو راحت بهجمات ما بتعرفش اللمسه الاخيره والفينش الاخير والتصرف في الكره في الاخر، ما بيعملوش حاجه. لا هناك بقى وفي صن داونز والفرق جنوب افريقيه، لا عندها لعيبه في الخط الامامي بالذات قويه جدا. على فكره دفاع صن داونز سهل قوي، لان الاهلي لو هاجم، والاهلي عنده كواليتي عالي. الاهلي معاه قدام بن شرقي، معاه حسين الشحات، معاه وسام، معاه جردشار، معاه امام عاشور، لا معاه فرقه قدام تقدر تجيب جون وممكن جونين كمان. الفكره كلها ما تحاولش تطلع هناك بتعادل سلبي او بنتيجه 1-0 بس. يعني يا كولر هاجم، جمد قلبك شويه وما تخافش، بلاش دفاع بحت، بلاش يعني تخلي منظر الفرقه منعدم. فكر بقى يا كولر، رجع كولر بقى بتاع ال3 سنين اللي فاتوا او السنتين اللي قبل اللي فاتوا. بلاش يعني العقم اللي انت بقيت فيه دلوقتي، حفظ اللعيبه اي حاجه، اتفقوا على حاجه، كور ثابته، جمل معينه اخطب بيها صن داونز تكسب. ممكن تكسب والله، ما فيش حاجه بعيده عن ربنا، لان صن داونز تلعب بره زي جوه، مش هيفرق معاه ولا جمهور ولا ارض ملعب ولا الكلام ده. بالعكس انت هنا هتلاعبها في جو احلى. فنخلي بالنا